طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم صابر. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مراحل تطوير السوفت وير، واتكلمنا قبل ما انسى صحيح، دلوقتي انا سايب لك لينك التشانل بتاعت التليجرام بتاعتي في الديسكربشن بتاع الفيديو او في اول كومنت. بالله عليك خش التشانل بس واعمل الجوين، تمام؟ عشان يعني ايه، نقرب المسافات ما بيننا كده، اعرف انت عايز ايه، مهتم بايه، وهكذا. عشان انا يعني الموضوع ده بالنسبه لي ما احسش ان انا يعني ماشي في حته والناس في حته تانية وهكذا، تمام؟ فضروري من فضلك يعني ان لو كنت مهتم او انترستد ان انت اخش، تمام؟ شكرا. عايزين نكمل كلامنا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مراحل تطوير السوفت وير، اتكلمنا عن المراحل اللي هتعدي عليك لما تيجي تقرر ان انت تعمل اي سوفت وير برودكت في الدنيا. اتكلمنا عن الديفلوبمنت وقلنا هي المرحله اللي هتبدا فيها تكتب الكود بتاع السوفت وير اللي انت عايز تعمله، واتكلمنا عن التستنج، المرحله اللي هتبدا فيها تجرب السوفت وير ده وتشوف الكود اللي انت كتبته ده مظبوط، شغال، في مشاكل، طب انا محتاج ان انا ارجع اصلح المشاكل دي وارجع اعمل تيست تاني، في مشاكل برضو ده انا محتاج ان انا ارجع وابدا ان انا اصلح المشاكل وهكذا، تمام؟ فبعد ما تخلص او بعد ما تعدي على مرحله التستنج، هتبدا من مرحله اللي هي كريتيكال شويه، ومرحله يعني متغيره بشكل كبير قوي، وهي الستيجنج، اللي هو هتبدا فيها تتعامل مع السوفت وير بتاعك اكنك اند يوزر او اكنك مستخدم حقيقي بتتعامل مع السوفت وير يعني، تمام؟ فمرحله الستيجنج او المراحل دي بشكل عام هي بتختلف من مكان للتاني، وبتختلف من بيئه عمل للتانيه، وبتختلف اختلافات جذريه على حسب حجم التيم اللي شغال على المشروع، على حسب الشركه حجمها قد ايه، على حسب وهكذا. ممكن يزيدوا كتير جدا جدا عن كده، ممكن يقلوا عن كده، فاهم؟ فالموضوع كريتيكال شويه، خاصه او خصوصا يعني حته الستيجنج، لان الستيجنج في حد ذاتها يعني ايه، تحس ان هي ريليتد كده بالبيزنس شويه، اللي هو يعني بالايه، فكره ان الكلاينت مثلا عامل حبه ريكويرمنتس كده، عايزهم يتظبطوا في الابلكيشن مثلا، او في حاجات محتاجه ان هي تتظبط ومش عاجباه، فبدا يقول لك عليهم، فانت المفروض ان هو توفر له الحاجات دي وتدي له اكسس ان هو يقدر يشوف الحاجات دي قبل ما تطلع لايف. فاهم قصدي؟ يعني انا عايز ابدا ان انا اظبط حبه حاجات في الكود بتاعي، او عايز اضيف فيتشر جديده الكلاينت عايزها، وعايز اوري الكلاينت الحاجات اللي انا عملتها له. اكيد مش هسجل له فيديو او ريكورد ليه فيديو واقول له خش اتفضل اتفرج على الفيديو، لا، اكيد لازم هو يتعامل مع السوفت وير ده ويجربه اكنه مستخدم قبل ما يديك البرميشن ان انت ترفعه لايف او الابلكيشن يتعرض على اليوزر او يقدر ان هو يستخدمه، تمام؟ فالمراحل دي كريتيكال شويه، بتختلف من مكان لمكان، وبتختلف من بيئه عمل لبيئه عمل تانية، وبتختلف على حسب حجم التيم. لو انت شغال لوحدك اعتقد الموضوع هيبقى مختلف اختلافات كبيره قوي. في البلاي ليست دي هنحاول نتكلم عن حاجات كتير ان شاء الله. فاللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي هو الانفايرمنتس، عايزين نتكلم عن الانفايرمنتس بتاعه السوفت وير، تمام؟ طيب، الكونسبت بتاع الانفايرمنتس هو حاجه ريليتد شويه بالباك اند انفراستراكشر، تمام؟ يعني دي مش حاجه احنا بنتكلم دلوقتي في فلاتر، تمام؟ يعني احنا دخلنا في جزء فلاتر دلوقتي، وعايزين نبدا نتكلم عن فلاتر. كل اللي فات ده كان حاجه في السوفت وير بشكل عام، عايزين نبدا بقى نتخصص في فلاتر شويه. مصطلح الانفايرمنتس عندنا في فلاتر مختلف شويه، تمام؟ مختلف شويه. طيب، قبل ما نعرف يعني ايه انفايرمنت اصلا، عايزين نبدا نعرف المراحل دي، المراحل اللي احنا عارفينها او المراحل اللي احنا بنعدي عليها واحده واحده دي، هل هم المفروض يكونوا متصلين ببعض ولا لا؟ يعني يكون الحاجات ما بينهم مشتركه، ولا هم مش مشتركين، ولا منفصلين عن بعض، ولا في ايه بالظبط؟ طيب، هدي لك سيناريو حقيقي، حاجه واقعيه انت بتعملها كل يوم. على سبيل المثال، انت بتعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده فيه مجموعه من اليوزرز، تقدر تمسح يوزر معين، موفر زرار كده حلو، وفي مثلا لسته بتبدا ان انت تختار يوزر معين من الليسته دي وتدوس على الزرار فيبدا اليوزر ده يتمسح. لو انت عندك داتا بيز واحده، لو انت عندك داتا بيز مرفوع على سيرفر، والراجل بتاع السيرفر ده او الباك اند ده عامل لك مجموعه من الاي بي ايز، بتبدا ان انت تتعامل معاهم عشان تاكسس الداتا بيز دي وتعدل فيها. اليوزرز اللي انت عمال بتمسح فيهم دول طول ما انت عمال شغال على البروجكت بتاعك او في مرحله الديفلوبمنت، اللي هو ايه، اللي هو انا عمال بجرب في الزرار ده، انا عايز اكونكت بالداتابيز وابدا ان انا امسح اليوزر، فبالتالي محتاج ان انا في مشاكل بتظهر عمال ان انا بظبطها، وكل شويه مشاكل عماله بتظهر في الزرار اللي انت بتعمله ده، وفي حاجات كتير، اخطاء كتير، وعمال انت بتجرب لحد ما الزرار يظبط ويبدا ان هو يمسح اليوزرز ويبقى تمام وشغال مظبوط. شوف انت مسحت كام يوزر
طول ما انت عمال بتجرب لحد ما عملت الزرار. يعني من اول ما انت قررت ان انت هتعمل الزرار المنيل بيني اللي ده لحد دلوقتي، شوف انت مسحت كام يوزر. اليوزرز دول ممكن يكونوا حقيقيين، ممكن يكونوا يوزرز موجودين بيستخدموا السوفت وير ده، يوزرز يعني موجودين في الداتابيز، فاهم قصدي؟ وانت عمال بتلعب وبتمسح وبتشيل يوزرز وبتضيف يوزرز جداد، وفي حاجات كتير انت عمال بتلعب بيها. فاللي احنا هنلجأ له هنا ان احنا هنفصل ما بين المراحل دي. كل مرحله من دول لازم تكون منفصله عن المرحله الثانيه. نقول عليهم بقى انفايرمنت. دلوقتي ندخل الكونسبت اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي هو بتاع الانفايرمنت، وعايزين نفصل ما بين كل مرحله عن الثانيه. كل مرحله من دول هتبقى ليها الداتابيز الخاصه بيها. ثواني انا كانت مشكلتي في ايه؟ كانت مشكلتي ان انا عندي داتابيز واحده، الداتابيز دي انا عمال بجرب وبلعب فيها وبضيف فيها وبشيل منها وهكذا، وده ما ينفعش. ليه؟ لان في يوزرز بيستخدموا او يوزرز بيتعاملوا يوزرز حقيقيين موجودين على الداتابيز دي. لان مش طبيعي مثلا ان انا مثلا كيوزر افتح الابلكيشن بسبب الديفلوبر يعني عمال بيلعب في الداتابيز، مسحني شالني من الداتابيز، فانا داخل على الابلكيشن عادي، التوكن بتاعتي لقيتها اكسبايرد، انا يعني التوكن مش موجوده، اليوزر مش موجود في الداتابيز، فانا ماليش اكسس على اي حاجه، انا مش اوزرايز ان انا استخدم اي حاجه في التطبيق، هوب راح، فاهم؟ فالفصل هنا كان شيء الزامي شويه، ان انت لازم تفصل ما بين بيئات العمل المختلفه دي كلها، لازم تفصل ما بين بيئات العمل المختلفه دي كلها. طيب بعيدا عن جزء الداتابيز، يعني بعيدا عن جزء الداتابيز ايه المشاكل الثانيه اللي ممكن تقابلني؟ في مشاكل كتير قوي، زي مثلا انعكاس على الداتابيز حته الاناليتكس، اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا انا عايز كل شهر كده، دي حاجه ريليتد بالبيزنس بقى او بالايه بالحاجات بتاعه الفلوس، حاجات اللي بتطلع فلوس في الاخر، فاهم؟ يعني في مجموعه من اليوزرز مثلا على سبيل المثال، وفي كده اناليتكس بتحصل كل شهر مثلا عن كام يوزر جديد اتضاف للداتابيز، او عن كام مثلا يوزر جديد ابتدى ان هو يشترك في او يعمل سبسكرايب للحاجه دي، او كام يوزر جديد مثلا بدا ان هو يستخدم الفيتشر دي، عملت فيتشر جديده عايز اشوف كام يوزر بدا ان هو يستخدمها. اكيد انت مش هتخلط الداتا الحقيقيه بتاعت اليوزرز اللي هم عمالين بقى بيستخدموا الفيتشرز الجديده او بيضافوا جداد للداتابيز مع الحاجات اللي انت عمال بتعمل لها تيست. ما هو انت عشان توفر الفانكشناليتي دي انت لازم تقعد تجرب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد ما تعمل الزرار اللي بيعمل الحاجه دي، وتبدا ان انت تظبطه ويكون جاهز ان هو يشتغل. الداتابيز لازم تكون منفصله هنا. فلو مش منفصله وداتابيز واحده وانت عمال بقى بتمسح وبتشيل وبتحط وبتزود وبتنقص وبتقلل وعمال بتلعب في الداتابيز، فالاناليتكس كده مش هتكون مظبوطه، الداتا دي مش هتكون مظبوطه ومش هتكون اكيوريت 100%. اللي هو ايه؟ اللي هو مش 100% مثلا 100 يوزر اشتركوا في الخدمه دي او اشتركوا في الفيتشر دي او اشتركوا في الحاجه دي، ما انت يا معلم بالك قعدت 30 مره تجرب ان انت تشترك في الحاجه دي، فاهم؟ فبقوا 130 كده، فيعني العمليه مش هتبقى مظبوطه. فموضوع الاناليتكس هنا حاجه مهمه ان انت تراعيها بجانب حوار الداتابيز يعني او الحاجات دي. انا كنت كاتب مجموعه من البوينتس كده اللي انا عمال بكتبها، يعني الاوثنتيكيشن بشكل عام، الداتابيز والستورج، واتكلمت عن الاناليتكس وعايزين نتكلم عن الحاجه الثالثه اللي هترزمنا او اللي هتوجهنا لحته الفصل ما بين بيئات العمل المختلفه دي. تمام؟ طيب انا عايز اشوف بس انا بسجل ولا لا عشان انا ما يتحرقش دمي. طيب انا بسجل. طيب الايرور مونيتورنج اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا انا بستخدم التطبيق كيوزر مثلا ولا حاجه، دخلت على سكرينه جاي بدوس على الزرار فالابلكيشن حصل له كراش وحصل مشكله وطلعني على مش عارف السكرين الفلانيه والدنيا اتقلبت في الابلكيشن، حصل كراش، في مشاكل جامده في الابلكيشن. فانا لازم اتراك او اشوف المشاكل دي، فلازم اوفر او لازم ان انا اراب التطبيق بتاعي كله بحاجه تمونيتور على الايرورز اللي ممكن تظهر اثناء ما اليوزرز بيتعاملوا مع التطبيق، عشان اقدر اعرف والله ده الفيتشر دي، ده السكرين دي او الزرار ده في مشكله، لان كذا يوزر مثلا حاولوا ان هم يستخدموه فحصل كراش، فاهم قصدي؟ ففي مونيتورنج على الايرورز اللي ممكن تظهر. طب انا محتاج فصل في ايه؟ يعني انا دي فيتشر او رابر انا هحطه فوق التطبيق بتاعي عشان ابدا ان انا اشوف الايرورز اللي بتظهر او المشاكل اللي بتحصل وابدا ان انا اصلحها وهكذا. ما انت عمال بتعمل ديفلوبمنت، يعني انت عمال بتكتب الكود وبتظبط الفيتشرز ومش عارف وبتضيف فيتشر جديده، ما انت عمال بتجرب وفي كراشز عماله بتحصل عندك، في باجز وفي سكرينه حمراء عماله بتضرب عندك في الايميليتور، في مشاكل كتير بتحصل اثناء ما انت بتكتب الكود. اكيد انت مش بتكتب الكود وتجربه من اول مره بيبدا ان هو يشتغل ويكون 100% الا لو انت ساحر يعني، فاهم قصدي؟ فاكيد في ايرورز كتير هتضرب. فالايرورز دي ذات نفسها
هتضرب عندك، وهتضرب في الداتابيز او في المكان او في الداشبورد اللي بيبقى فيها الايرورز كلها اللي بتظهر بسبب ان اليوزرز بيدخلوا على التطبيق ويبداوا ان هم يتعاملوا مع فيتشر معينه، فبيبدا يظهر الايرورز دي، فبتتسجل في الداشبورد دي عشان انت تقدر بعد كده، او الناس بتاعت الناس الكبار شويه يقدروا ان هم يخشوا ويشوفوا، والله يقولوا لك ده يا معلم انت عندك مشكله هنا، في كذا يوزر اشتكى من الحته دي وحصل كراش هنا وبتاع وهكذا، صح؟ فلازم يبقى في فصل ما بين الايرورز اللي انت عمال طالعه منك دي، انت مش عارف تعمل زرار بقالك 3 سنين، وما بين اليوزر الغلبان اللي هو بالصدفه داخل على سكرينه معينه وجرب يدوس على الزرار ده فحصل كراش للابلكيشن. فاهم قصدي؟ فلازم يبقى في فصل هنا ما بين الايرورز اللي بتظهر عندك انت بسبب ان انت عمال بتطور في التطبيق، وما بين اليوزرز الحقيقيين اللي هم بيتعاملوا مع التطبيق. نفس الكلام في الاكسترنال سيرفيسز، ودي حاجه كريتيكال وحاجه يعني بص كده حاجه اللي هو حساسه جدا جدا جدا، لان اي حاجه تخص او اي حاجه تروح لحته الفلوس لازم تتكلم عنها ولازم تحترمها ولازم تقف لها كده بالراحه وتهدى كده على نفسك ولازم تتعامل معاها بحرص. طيب دلوقتي انت لو بتتعامل مع اي بي اي، الاي بي اي دي بتكلفك فلوس. على سبيل المثال مثلا بتتعامل مع جوجل مابس اي بي اي، فكل ريكوست انت بتعمله المفروض ان هو يعني بتتحاسب عليه بفلوس. اليوزر مثلا دخل على الماب مش عارف عايز يعمل ايه او عايز يستخدم ايه او اي حاجه مثلا ريليتد بالاي اي اللي هو في سيرفيس معينه انت بتتعامل فيها مع اي اي مثلا بروفايدر ولا حاجه، وكل ريكوست انت بتعمله بيتخصم منك فلوس، صح؟ الراجل اللي فوق اللي عمال بيدفع وبيكر من دم قلبه وبيدفع اشتراكات للسيرفيسز دي كلها، ليه الحق ان هو يعرف هو انت استخدمت قد ايه من السيرفيس دي انت في حد ذاتك كديفلوبر يعني، واليوزرز الحقيقيين استخدموا قد ايه، عشان يا معلم والله لو الكوست بقت عاليه قوي ما هو ممكن يحتاج ساعتها ان هو يروح لليوزرز ويقول لهم والله يا معلم بص الخدمه دي بتكلفني فلوس كتير، فانت عشان يعني اوفر لك الفيتشر دي لازم تدفع كده سبسكريبشن في الشهر. فاهم قصدي؟ فدي حاجه كده لازم تحطها في دماغك، وحاجه لازم تقف عليها واحده واحده، اللي هو اي حاجه ريليتد بالفلوس لازم تتعامل معاها بحرص يعني. فهنا الفصل كان واجب، الفصل ما بين المراحل دي كلها او الانفايرمنتس دي كلها اللي هي هنوضح ده ان شاء الله كمان الفيديو الجاي. الفكره الفصل هنا واجب ما بين المراحل دي كلها. يعني على سبيل المثال في الديفلوبمنت انت لازم يكون عندك داتابيز فيها مثلا يوزرز مش حقيقيين او حاجه عشان تمسح وتجرب وتلعب وتشيل وتحط براحتك، غير مثلا الداتابيز الحقيقيه بتاعت اليوزرز اللي هم بيستخدموها وبيتعاملوا فيها معاها، يعني بيضيفوا بقى فيها الانفورميشنز بتاعتهم، المعلومات الشخصيه، مش عارف بيرفعوا فيها الصور والحاجات دي كلها. فاهم قصدي؟ فالداتابيز لازم تكون مفصوله. نفس الكلام في حته الاناليتكس اللي هو كل حاجه ريليتد بالفلوس لازم تتعامل معاه بحرص. تمام؟ طيب حته الايرور مونيتورنج نفس الكلام، انت برضو عايز مش عايز مثلا الراجل اللي فوقك يقول لك يا عم الابلكيشن عمال بيضرب يعني هتوضح له ازاي بقى ان ده كله طالع من عندك انت كديفلوبر، ده مش بسبب الابلكيشن اللايف اللي الناس بتستخدمه. فاهم؟ فالفصل هنا واجب. نفس الكلام برضو في الاكسترنال سيرفيسز، زي ما قلنا اي حاجه فيها فلوس لازم تتعامل معاها بحرص. دي ببساطه الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها في الفيديو ده.